انسي بقى كل طرق العدس اللي جربتيها قبل كده وتعالي جربي الطريقة دي. هنعمل النهاردة العدس على الطريقة التركية، طعمه تحفة. قبل ما نبدأ الفيديو، لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة كده هجيب حلة على النار، هضيف فيها معلقة كبيرة من السمنة او معلقتين كبار من السمنة، وهضيف عليهم بصلاية متقطعة مكعبات، واربع فصوص او 5 فصوص من الثوم. وبعدين هنضيف الجزر، جزرتين نقطعهم شرايح، وحبايه بطاطسايه كده صغيره هنقطعها مكعبات، وقرنين من الفلفل الاخضر، وحطيت قرن فلفل حار اختياري. هنشوح الحاجات دي بقى كده على النار، هتاخد تشويحه كده بسيطه. وبعدين برضو هضيف قرن فلفل الوان احمر او اصفر، ده اختياري برضو، بس بيدي طعم جميل جدا جدا ويدي حاجه مسكره كده للعدس. وبعد كده بقى هضيف 3 حبات من الطماطم هقطعهم مكعبات. والحاجات بعد ما اشوح بقى كل الخضار ده، هضيف ربع كيلو من العدس. هغسل العدس كويس جدا، اتخلص من كل النشويات اللي فيه. وبعد كده بقى هضيف الميه، وهسيب بقى العدس يتسلق على النار لحد طبعا ما يستوي تماما. بعد بقى ما يستوي تماما هجيب هضيف مكعب مرقة دجاج. وبعدين اجيب بقى الهاند بلندر، وهفرم العدس بقى كويس جدا بالهاند بلندر. طبعا لو الهاند بلندر مش متوفر، هنسيب العدس يهدى شوية ونحطه في الخلاط، عشان طبعا الهاند بلندر بنفرم بيه الحاجات كلها سخنة عادي. بعد كده بقى هتبل العدس بتاعي، هضيف معلقة صغيرة من الملح، او معلقتين صغيرين من الملح، ومعلقة صغيرة من الكزبرة والفلفل الاسود والكمون. وهضيف بقى حوالي معلقة صغيرة كده من بهارات كنور، بتدي طعم جميل جدا جدا للعدس. بعد كده بقى اجيب طاسة على النار، وهضيف فيها معلقة كبيرة من السمنة. انا ضفت هنا سمنة بلدي، نقدر نستخدم زبدة او اي مادة دهنية تاني، بس السمن البلدي بيدي طعم جميل جدا طبعا للاكلة. وبعدين بقى احط معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهجيب معلقة صغيرة من البابريكا. هشوح بقى التومة كده مع البابريكا، وبعدين هطش بيها بقى العدس. عايزه اقول لكم بقى الريحه، مش قادره اقول لكم بقى ريحه العدس. بصوا قلبت البيت كله، طعمه مختلف تماما عن الطريقه المصريه او التقليديه اللي بنعمل بيها العدس. طعمه تحفه بجد، جميل جدا جدا. نغرب بقى كده، وطبعا نقدم بقى جنبيه بصل او اي حاجه. طعمه تحفة، جربوه والله هيعجبكم قوي قوي. يا ريت لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والشير، وتشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب. كنت معاكم سارة الحنبولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.